فاكرين يا جماعة الفيديو ده؟ قاعدة عليك فيك بمعنى أصح. ده الشاب اللي مصر كلها زعلت عليه. انا النهارده كلمته وقررت ان انا لازم اطلعه في حلقة تانية ويحكي لنا كل حاجة بالتفصيل. ازيك عامل ايه؟ عايش الحمد لله. طمني وطمن الناس عليه. الناس العالم كله زعلان عليه. انت متخيل الفيديو بتاعك وصل كام واحد شافه؟ متخيل؟ مش متابع يعني. اكتر من 20 مليون واحد شافه. ربنا يديهم الصحة والله ان هم يشوفوا كده يعني. كلهم زعلانين وكلهم بيدعوا لك وكلهم يعني فعلا حاطين نفسهم مكانك ومقدرين الموقف اللي انت فيه. فانا عشان اطمنهم واطمن عليك قلت النهارده اجيبك ونسجل معاك ونشوف، عايزين نعرف اخر اللي انت فيه ايه. هل انت لسه بتكمل معاها ولا هتكمل معاها ولا خلاص انفصلتوا؟ كمل ايه طيب؟ بسمع الفيديو القديم وانت هتحكم يعني. أنا مفيش كنت راجل معاك. عنده دم هيقبل حاجة زي كده. انا كنت معاك، المشكله ان انا كنت معاك بس يعني فهمني ايه اللي حصل، هي عملت ايه؟ لا دي بتحاول مرارا وتكرارا يعني ان هي واهلها واصحابها سامحنا فرصة جديدة ازاي بقى؟ اهو استنى اسمعك، بس اسمعك اخر ريكورد يعني. عادي ان هو الناس تسمعه معانا ولا في مشكله؟ لا الناس تسمع، ما هو شافوا الخيبة الاولانية وشافوا الكسرة الاولانية جت على مين أنا بجد حزينة جدا ومش عارفة أنا عملت معاك كده إزاي. أنا مش عارفة بجد إيه اللي حصل ده. أنا ما كنتش أعرف إن أنت بتصور. طب طب ماشي، طب نرجع واديني فرصة تانية، يعني اديني فرصة تانية وأنا هحاول أثبت لك إن أنا ما كانش قصدي حاجة. عشان انا وقفت ثانيه بس هي بتقول لك ارجع واديني فرصه تانية. ده بعد البيعة الاولانية يعني ولا ايه؟ انا ممكن تكون فاقت لنفسها. انا راجل صعيدي يا اخويا ومفيش كلام تاني، ما ينفعش. انت عارف ان انا بحبك وعارف ان انا ما اقدرش ابعد عنك. انت خسرتني كل الناس، اصحابي مش عايزين يعرفوني تاني، حتى اهلي واقفين معاك وبيعاملوني ازبل المعامله. انا اتحبست. اهلها بتقول لك اهلها واقفين معاك يعني، فانت ايه رايك؟ كامل السن يسأل عن نفسه، وهي مش صغيرة. هي مش صغيرة يا اخويا، ده يعني تتكلم 24 سنة في الاخر تنكر كل ده كتير. اسبوع في المستشفى ومحدش كان بيجيلي. كنت حاسه ان انا قد ايه انا بني ادمه زباله وقد ايه انا وحشه. حاول يا مينا، طب صدقني اديني فرصه تانية وانا هثبت لك. ايه رايك اخويا ربنا اللي بيسامح مش انا، ما عنديش رد تاني. يا جماعه؟ انا يعني كوجهه نظر ما بيننا كده واحنا مع بعض يعني. انتوا شايفين يعني، انا بقول له اديها فرصه تانية، بقول له يعني ممكن تكون وليكن ان هي فهمت وعقلت وان هي هتكون فاقت اللي كانت فيه. دي بعتني على الملا تشتريني بيني وبينها، ايه المشكلة؟ ليه؟ انا كنت كاتب لها قصيدة، انا راجل شاعر شاعر؟ و استنى بس، انت شاعر اصلا؟ اه طب بقول لك ايه، استنى قبل ما تقول. شغل. هقول لك قبل ما تقول، انت بما انك بقى شاعر وبتقول شعر، انا هحط انا الصفحه بتاعتك عندي والناس تدخل تتابعك. ده شيء يشرفني طبعا يعني. بجد والله دي حاجه مني يا جماعه، عايزين نفرحه بجد. يعني اقل حاجه الراجل يعني زي ما انتم شايفين عايزين نفرحه وان احنا ندخل نقول له بس كمل واحنا معاك. ربنا يخليك يا محمود. بس انا يعني انا يوم كاتب الكتاب كنت كاتب لها قصيده ليها، هي معموله حاجه ليك انت، وكنت هقولها يعني، انا كنت هقولها لها في الفيديو معاك، بس هي ما خلتش فيه فرصه لده. يعني انا كنت مستنيه تشتريني لحظه واحده، تشتريني ولو تكبر بخاطري، يعني مش اكتر من كده، وكل ده كان هيبقى ليها. ما هو ما اعمل ايه تاني طيب؟ وجاي ارد عليها النهارده بحاجه تاني ليها من اللي عملته. الكلام ده موجه لها يعني؟ ده ليها هي. اتفضل. ولاي حد ممكن حبيبته تبيعه او تسيبه، او اي حد بيخونك. في دماغي مت كام مره، وفي الحقيقه لسه عايشه. ترجع وتحن، سمعت انت؟ ترجع وتحن وتعيد وتزيد وتقول اناشيد علشان اسمع منها الباقي. يا اخي غوري بعيد عني وامشي، مش هفضل طول عمري مع واحده اصلها لم بواقي. وانا اسف جدا لو شفتك بنت أصيلة وطبعك خام، رسمت عليا الدور إنك بنت تجيب دايما قدام، وشربت المقلب صدقتك إن أنت شريفة وطبعك خام. يا أخي غوري بعيد عني وامشي، والنبي ده البعد أصيل وتمام، والنبي ده البعد أصيل. والله اقول لك معلش، وقفي التصوير بس معلش.